هي دي المكنسه اللي نظفت حياتي قبل بيتي. من يوم ما جبتها ما بقتش اشيل هم اغرق البيت كله ميه براحتي ولا اكنس ولا امسح. خليتني استغنى عن كل حاجه، المكانس والمقشات والشرشوبه كل حاجه، لانها بتعمل كل حاجه بنفسها، فهماني وبتكلمني وحببتني قوي قوي في التنظيف. مفيش اي حاجه صعبه عليها، حتى البيض اللي وقع مني على الارض في ثانيه هي لمته وسحبته وبتمسح وراه كمان من غير ريحه زفاره. بصوا دي كمان بتديني تنبيه، بتقولي فضي التانك. خطيره يا جماعه، بتشيل اي حاجه بجد. انا حطيت لها بقعه انا شخصيا ما كنتش اقدر اشيلها حتى بالقماشه بالمنظر ده او الجردل في ثواني، هي بتشيلها وبتمسح وراها وبتخلي ريحه المكان تحفه. المكنسه الخطيره اللي بكلمكم عنها دي المكنسه الروبوت من DSB، مكنسه فعلا من احلام العصر، بتكنس وبتمسح وبتعمل كل حاجه مع نفسها. انا حطيت لها معجون حتى على الارض، متخيلين في ثواني يا جماعه من غير تغيير او ريحه مش حلوه ومن غير بهدله، خلت الارض بتلمع زي ما انتم شايفين كده. انا كنت واقفه مبهوره. المكنسه بتمشي لوحدها لان فيها خاصيه الدفع الذاتي، يعني مش هتتعب ايديكي وانت ماشيه، تكنس السجاد وبتخليه زي الفل ايا كان الحاجه اللي وقع عليه ايه. دي مش بتكنس سجاد بس، دي كمان بتكنس الارض، بتخليها فله بجد. ناس هتريحك وهتريح ظهرك جدا ومش هتعملي معاها اي مجهود، هي بتكنس وبتمسح مع نفسها. عايزه اقول لكم بقى انا ما عرفتش قيمتها غير هنا. الحمام اكتر مكان بالنسبه لي بتعذب جدا في تنشيفه لانه بكره يكون مبلول. جبت بقى المكنسه الروبوت بتاعتي اللي انا جايباها من DSB ايجيبت، مسحت بيها الحمام كله من غير اي مجهود ولا فرهده ولا حتى رمي ميه. شايفين يا جماعه لمعه الارض عامله ازاي؟ انا بجد كنت مبسوطه ومبهوره بيها قوي قوي. راحه بينا على فيني احلام العصر. والمريح قوي قوي في المكنسه دي انها بتنظف نفسها بنفسها بعد كل استخدام، مش بحتاج اعمل معاها اي مجهود. المكنسه بتشتغل 35 دقيقه متواصل، يعني بصراحه بتكفي البيت كله وبتتشحن في 3 ساعات بس. عايزه اقول لكم مكنسه تحفه.